بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مهندس محمد سعيد من قناة دليل المهندس سعيد. والنهاردة هنتكلم عن مراجعة شاملة لمبرد مايا كولدير، وهنتكلم عن كل مميزاته وعيوبه، وهنقول هل فعلا ينفع تعمل عليه كوباية شاي سخنة ولا لأ، وهل بيبرد بكفاءة تامة ولا لأ، وهنسمع صوته على الطبيعة. يلا بينا. أول حاجة يا جماعة هنتكلم عن الشكل الخارجي والتصميم. طبعا الشكل شيك جدا وليه ألوان أبيض أو أسود أو سيلفر، والخامة ممتازة. هنا طبعا الجوانب اللي هي الخامة الصاج، والبلاستيك اللي فيه العادي بلاستيك مقوى جدا، تمام، ويتحمل، ووزنه خفيف، تقدر تشيله أو تنقله من مكان لمكان. وده ليه حنفيتين، ده حنفية المية الساقعة وحنفية المية السخنة. اهم حاجه بتميزه طبعا الامان للاطفال، اللي هو الميه السخنه ما تقدرش ان انت تفتح الحنفيه غير لما تدوس على زر الامان بتاع الاطفال. فده حاجه ميزه، فده ميزه كويسه جدا. طبعا يا جماعه شكله حلو جدا، واللمبات الليد بتاعته شكلها حلو اثناء التشغيل. ده صوته، هو طبعا صوته مش هادي جدا يعني، وبرده يعني مش عالي جدا، فصوته من رأيي ان هو متوسط، بس برضو حاول تبعده عن غرفة النوم. ادي صوته. الداخلية للمبرد هنا ممتازة، يعني تقدر تعمل كذا كوباية مية ورا بعض، ساقعة أو سخنة، من غير ما تحس بإن في فرق في درجة الحرارة، يعني من غير ما تلاقي الكوباية التانية أسخن مثلا من الكوباية الأولانية. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن إزاي تختار مبرد مية كويس، هتلاقي فيديو برضو عاملينه للقناة. وطبعا من مميزات الديسبنسر ده إن القارورة علوية، مش سفلية، وده بالنسبة لي ميزة مش عيب، رغم ان القارورة العلوية ارخص من القارورة السفلية. بس طبعا ده بالنسبة لي ميزة كبيرة جدا، لانك تقدر تحط عوامل اوتوماتيك فوق الديسبنسر. برضو عملنا فيديو عن اهمية العوامل الاوتوماتيك في الديسبنسر، وعملنا فيديو عن ليه القارورة العلوية احسن من القارورة السفلية، هتلاقيه برضو في وصف الفيديو. متنساش بقى تعمل سبسكرايب ولايك. بالنسبة للتبريد بتاعه، التبريد بتاعه كويس جدا، وهنعمل دلوقتي تجربة عشان نعرف ينفع نعمل عليه كوباية شاي ولا لأ. تجربة عملية. ودلوقتي الكولدير المية السخنة بقت درجة حرارة كاملة، السخونية كاملة دلوقتي، وهنجرب. طبعا يا جماعة دي كوباية الشاي اللي عملناها، تمام. كوباية الشاي درجة حرارتها كويسة، بس تحس برضو ان يعني ان في زي ريم كده فوق الشاي شوية صغيرين، يعني الدرجة طبعا ما وصلتش ل100، لان هو بيسخن من 90 95 درجة تقريبا، 90 درجة، تمام. فالدرجة ما توصلش ل100 اللي هي درجة الغليان. فبتلاقي الشاي لو عايز كوباية شاي سريعة ممكن تعملها بيه، مفيش أي مشكلة، مش تبقى نفس درجة حرارة غلية المية مثلا، تمام. يعني مش بيوصل لدرجة الغليان، بس تقدر تعمل بيها كوباية شاي حلوة. بعد المراجعة اللي عملناها نقدر دلوقتي نتكلم عن المميزات والعيوب باختصار. يبقى مريد التسخين ممتاز جدا وسريع، يعني في وقت قليل هتاخد كوباية مية سخنة أو كوباية مية ساقعة زي ما أنت عايزها. التصميم كويس جدا، الخامات ممتازة، في زرار للأمان للأطفال بتاع المية السخنة، إن الكولدير التحميل العلوي أو القارورة العلوية أحسن من القارورة السفلية، مناسب طبعا للمنازل أو الشركات أو الأماكن حتى العامة اللي فيها ناس كتير بتشرب منها، هيقدر يوفر مية ساقعة في وقت قليل بإذن الله. العيوب اللي أنا شايفها طبعا صوت المروحة ملحوظ شوية من وقت للتاني، هتبقى سامعه مش صوت هادي جدا يعني، تمام. ما أظنش إن في عيوب تانية ملحوظة فيه. رأيي الشخصي النهائي إن ماركة كولدير ماركة كويسة طبعا،
ماركة متخصصة لمبردات المية. مبرد المية قوي، مش هتحس معاه بعيوب ملحوظة. عموما لو عايز تسأل أي سؤال اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في جميع أجهزة كهربائية أو أي حاجة خاصة بالتشطيب الكهربي للمنزل والبيت العصري.